احنا كمصريين لازم طبق الفول على الفطار. فطبعا بما ان احنا بناكله كل يوم فلازم ننوع ونعمله بطرق مختلفة، ودي من افضل انواع او طرق الفول اللي ممكن نعملها. طريقة سهلة جدا وجميلة، الفول بالبصل حاجة كده يعني لو فاتك كتير لو لسه ما جربتهوش. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. هتجيبي حاجة طاسة او حلة او كسرولة وهتحطيها على النار، فيها معلقة سمنة كبيرة وحبة زيت كده عشان يدي الفول لمعة، ويا حبذا بقى لو كانت السمنة بلدي. هننزل بقى عليهم ببصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده، وهنبتدي نقلب بقى البصلة دي على نار هادية عشان احنا عايزينها تدبل وتستوي، وفي نفس الوقت ما تاخدش لون ما تكرملش، يعني زي ما انتوا شايفين كده البصل استوت ومش واخدة لون. هنبتدي بقى ننزل بالفول بتاعنا، هنقلب الفول كويس مع البصل، وبعد كده هنبتدي ننزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي هتكون ايه بقى. هنضيف رشة صغيرة من الفلفل الاسود، وهنضيف كمان معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة صغيرة من الكاري. وهنا الكاري اختياري بس هو بيظبط لون الفول بيخلي لونه جميل. وهنظبط بقى الملح بتاعنا، وهننزل كمان بالمكعب من المرقة برضو بيظبط الطعم جدا يعني. هنقلب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي، وهنسيبه يغلي مع بعضه كده لحد يعني دقيقتين ولا حاجة، لحد ما الفول ياخد كده من طعم البصل. واول ما هيغلي معانا كده هنغرفه وهنقدمه، وبألف هنا وشفا. احلى طبق فول ممكن تعمليه. جنبه بقى حبة مخلل كده، زيتون على ليمون على بصلة متقطعة كده معصور عليها ليمون ومحطوط عليها شوية خل كده وشوية بطاطس، وده أحلى فطار ممكن تعمليه. ولو دي أول مرة تشوفوني، أنا أميرة بكري. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله.